في عالم كرة القدم، حيث يفترض أن تكون الرياضة رمزاً للوحدة، تحدث أحياناً لحظات تكشف جانباً مظلماً، جانب العنصرية. وهذه المرة القصة بطلها ليس أي لاعب، بل النجم الصاعد بسرعة الصاروخ لامين يامال. شاب لم يتجاوز بعد سن المراهقة، لكنه أصبح أحد أهم المواهب في أوروبا، ونجماً في منتخب إسبانيا ونادي برشلونة. لكن خلف هذا النجاح الكبير هناك قصة أخرى بدأت تطفو على السطح، قصة صادمة ومقلقة. خلال مباراة دولية، تفاجأ العالم بهتافات عنصرية وإسلاموفوبية صدرت من بعض الجماهير الإسبانية. هتافات لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل حملت رسائل كراهية واضحة ضد الدين وضد الأصول وضد الاختلاف. ورغم أن لامين يامال لم يكن المستهدف المباشر في كل لحظة، إلا أن الرسالة كانت واضحة. لاعب مسلم من أصول مغربية يلعب بقميص إسبانيا، وهذا بالنسبة للبعض غير مقبول. وهنا بدأ السؤال الكبير: هل ما زالت العنصرية حاضرة بقوة في الملاعب الأوروبية؟ لامين يامال لم يلتزم الصمت، بل خرج بتصريح قوي عبر فيه عن استيائه من هذه التصرفات، مؤكدا أن كرة القدم يجب أن تكون مساحة احترام وليس منصة للكراهية. تصريحه لم يكن مجرد رد فعل، بل كان رسالة للعالم: الجيل الجديد من اللاعبين لن يقبل بالصمت. لكن الحقيقة المؤلمة هي أن هذه ليست الحادثة الأولى. الدوري الإسباني خلال السنوات الماضية شهد عدة وقائع عنصرية استهدفت لاعبين من أصول إفريقية وعربية، وهذا ما يجعل قضية يامال أكبر من مجرد حادثة، بل جزءاً من مشكلة أعمق. الآن دعونا ننتقل إلى نقطة أكثر إثارة. مونديال 2030 حدث عالمي سيكون تحت أنظار مليارات البشر. إسبانيا إلى جانب البرتغال والمغرب تستعد لتنظيم هذا الحدث التاريخي. لكن ماذا لو قلنا لكم إن استضافة نهائي كأس العالم قد تكون في خطر؟ نعم، في خطر حقيقي. بعد أحداث العنصرية الأخيرة، بدأت وسائل إعلام ومحللون يطرحون سؤالاً حساساً: هل يمكن لدولة تعاني من هذه الظواهر أن تستضيف أهم مباراة في العالم؟ نهائي كأس العالم ليس مجرد مباراة، بل صورة للعالم، رسالة عن القيم، وعنوان للإنسانية قبل كرة القدم. وفي هذا السياق يظهر اسم المغرب بقوة. المغرب الذي أثبت في السنوات الأخيرة أنه قادر على تنظيم أكبر التظاهرات، وأنه يقدم صورة إيجابية عن التعايش والانفتاح. من مونديال الأندية إلى البنية التحتية المتطورة إلى الدعم الجماهيري الكبير، كل هذه العوامل جعلت المغرب مرشحاً حقيقياً لاحتضان النهائي. بل إن بعض التقارير بدأت تتحدث بوضوح: المغرب قد يكون البديل المثالي إذا استمرت هذه المشاكل في إسبانيا. وهنا نصل إلى السؤال الأهم: هل يمكن لحادثة عنصرية أن تغير مستقبل مونديال كامل؟ الإجابة ربما نعم، لأن كرة القدم اليوم لم تعد مجرد لعبة، بل أصبحت مرتبطة بالقيم، بالسياسة، وبصورة الدول أمام العالم. قضية لامين يامال ليست فقط قصة لاعب شاب تعرض لموقف صعب، بل هي اختبار حقيقي لكرة القدم الأوروبية، واختبار لقدرة العالم على مواجهة العنصرية. وفي نفس الوقت هي فرصة لدول مثل المغرب لتثبت أنها ليست فقط قادرة على التنظيم، بل أيضا على تمثيل قيم الاحترام والتنوع. في النهاية قد تمر هذه العاصفة وقد تنسى هذه الحادثة، لكن أثرها سيبقى، سواء على مسيرة لامين يامال أو على صورة إسبانيا أو حتى على قرار نهائي مونديال 2030. والسؤال الذي نتركه لكم: هل تعتقد أن المغرب يستحق استضافة نهائي كأس العالم 2030؟ وهل تؤثر العنصرية فعلا على قرارات بهذا الحجم؟
اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة أقوى القصص في عالم كرة القدم. القادم سيكون أقوى.